وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. اتأخرت عليكم علشان كنت بعمل المفرش دوت. يا رب يعجبكم وهقول لكم عملته ازاي. بس قبل ما نبتدي احنا هنتكلم النهاردة في غرزة جميلة جدا وتقريبا بتبقى في معظم مفارش اللاسيه العادي بتاعنا، وده الشكل بتاعها. ودي عبارة عن غرزة النسيج وغرزة رجل الغراب مع بعض. انا قبل كده عملت فيديو للنسيج بس كنت موسعاها علشان بس تبان شوية في الشرح. هو الافضل في النسيج ان هي تبقى ضيقة مش واسعة علشان تدينا شكل النسيج. بس بفكركم يا ريت تدعموني ويا ريت نتواصل مع بعض اكتر بالتعليقات. يا ريت لو هتقدروا ان انتوا كمان تشيروا الفيديو يبقى كتر خيركم، ان توصلوه لأكبر عدد ممكن ناس تتعلم شغل اللاسيه. يلا نبدأ. أول حاجة أنا بشتغل في الجزء اليمين بتاع إيدي، يعني أدي يميني. بدخل الإبرة في الإيطان بالطريقة دي، ما تكونش على الطرف، يعني نحاول ندخل الإبرة في الإيطان. وهبتدي أثبت الخيط في الإيطان كويس، بحيث ان انا اما اشده كده اهو زي ما انتوا شايفين ما لاقوهوش فلت مني. هعمل ايه؟ خلاص هنا اليمين هوصلها بوصله للشمال. موضوع بسيط جدا. حابين حاسينها ان هي مرخيه وعايزين تثبتوها تثبيته كده، ثبتوها. انا يعني بتحكم بايدي الشمال في مسكه الخيط فما بتفلتش مني. طيب هنعمل ايه؟ حاول بس اقرب الكاميرا كده. احنا عملنا بس وصلة، هنبتدي نمسك الخيط بايدينا الشمال والابرة بايدينا اليمين، هندخلها في الايطان من تحت كده وهنطلع بيها بالطريقة اللي انتوا شايفينها. وطبعا زي ما اتفقنا الخيط ما بيبقاش من قدام، لازم يبقى من ورا الابرة وبطلع بيه. هنحاول نديها واحدة تانية بحيث يبقوا اتنين في اول غرزة. اهي احنا عندنا ادي الخط اهو، بدخل فيها واحدة تانية اهي، بدخل كده ودي بتبقى من ورا وبطلع كده. احنا دخلنا غرزتين بس من تحت. هنعمل ايه بعد كده؟ هنطلع بالايطان بس نحاول نضيقها يعني علشان تدينا شكل النسيج. وهنعمل نفس الحكاية مرة تاني. هبتدي بقى انزل من تحت هنا للخط اللي انا عملته فوق اهو. برضو نفس الحكاية، الخيط من ورا الابرة، وابتدي ارفع الابرة لفوق. موضوع بسيط جدا والغرزة يعني جميلة جدا جدا جدا. ابتدي اعمل في اللي جنبها واحدة تانية وفي تالت واحدة كده. احنا عملنا اول واحدة اتنين، تالت واحدة يعني تاني صفة عملنا تلاتة. كل ما كان شغلك مشدود وكويس هتلاقي الغرزة بدأت تظهر معاكي بسرعة. هنعمل نفس الحكاية. هنمسك الخيط بايدينا الشمال، الابرة بايدينا اليمين. هنحاول بقى ندخل فينا اهوت. بص يعني بنوصل اللي تحت في اللي فوق، يعني بعدي الابرة من تحت بالطريقة دي. يبقى احنا عملنا اول واحدة اتنين، تاني صف عملناه تلاتة، تالت صف هنعمله اربعة. هنيجي نعمل صف كمان.
شايفين ادت لنا شكل جميل ازاي، زي النسيج بالظبط. خلاص كده احنا عملنا الخطوة الاولى. ايه الخطوة التانية؟ هنطلع فوق فوق فوق، هنعدي ده كله الجزء دوت، يعني هنطلع مسافة كويسة، هنمشي على حسب الباترون اللي قصادنا او الرسمة اللي قصادنا، وهنيجي نعمل نفس الحكاية في الموازية ليها، وهنرجع بيها تاني. موضوع سهل، يعني اكننا بنعمل زي حامل الخيط يطلع عليه، عشان هنا عندنا فراغ فلازم نعمل له يبقى تخين شويه. هنبتدي نعمل بقى الدور اللي فوقيه، نفس الحكايه هنعملها. ايدينا اليمين ماسكه الابره، ايدينا الشمال ماسكه الخيط. طبعا نحاول ان ايدينا ما تبقاش مرخيه علشان الغرزه تبقى مظبوطه معانا. بنخلي الخيط ورا الابره وبنطلع بالابره. ادي كده احنا عملنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طبعا هي تقبل معانا اكتر من كده، يعني احنا لو ضيقنا زي ما انتوا شايفين، بس احنا مش عايزين نضيقها قوي، لسبب ان احنا هناخد واحده من فوق على واحده من تحت، فلازم يبقى في بينهم مسافه نقدر نوصلهم ببعض. يبقى احنا كده عملنا 12. هنعمل نفس الحكايه في الدور اللي فوقيه. كده احنا خلصنا الخطوة الاولانية، وهي ان احنا عملنا النسيج، وعلى حسب الرسمة لو في قطعة او 2 او 3 قطعات من النسيج احنا بنمشي على حسب الباترون. طب نعمل ازاي بقى رجل الغراب؟ نفس الحكاية برضو، بنبتدي من اليمين، بنثبت الخيط بتاعنا، يعني خيط جديد،
كده احنا ثبتنا الخيط بتاعنا. نحاول بس ناخده في اول غرزة من هنا. ايدينا الشمال ماسكة الخيط، ايدينا اليمين ماسكة الابرة بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. هنعمل كده. هنعمل ايه تاني؟ هنمسك الخيط برضو بايدينا الشمال، الابرة بايدينا هننزل تحت، بس هنعمل برضو كده، يعني تبقى عكس الاتجاه برضو، يعني ما ينفعش نخليها كده قدام الابرة هتطلع على الهوا، يعني لازم برضو ورا الابرة قدام، يعني الابرة. هنكرر الحكاية، نفس الموضوع اللي عملناه هنكرر. ودوت الشكل النهائي بتاع الغرزة. يا رب تكون عجبتكم، يا رب اكون عرفت اوصل المعلومة. ما تنسوش الاشتراك في القناة لو اول مرة تزورونا. استنوني ان شاء الله في الجزء التاني، هتكلم ازاي عملت المفرش مع السلامة.